السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة تانية إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس تمهيدي للوحدة الثالثة، وهو درس أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. بالنسبة لآخر حاجة اللي هي وأد البنات، اللي هي دفن البنات أحياء، دي كانت من أسوأ عاداتهم. إن كان كده اللي يجيله بنت كان بياخدها يقوم دفنها. في ساعتها دولة الهند كانوا يقدسون البقر والزواحف، فلما انتشرت عبادة الأصنام بقى القليل على الحنيفية. قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان العالم يعم فيه الظلم والفساد في جميع مجالات الحياة. وبالنسبة للدول اللي كانت موجودة قبل ظهور الإسلام، أول دولة عندي اللي هي دولة الروم، اللي حضرتك عارفها من منهج أولى إعدادي باسم الرومان، واللي موجودة على الخريطة زي ما حضرتك شايف كده باللون الأخضر. كانت بتحتل مصر وبلاد الشام، الاتنين جنب بعض. مصر في شمالها الشرقي بلاد الشام، وزي ما عرفت من منهج السنة اللي فاتت إن الروم اعترفوا بالمسيحية. يبقى أنا عندي كده دولة الروم بتحفظ إن هي كانت بتحتل بلاد عربية مثل مصر وبلاد الشام، واعترفت بالمسيحية. الفرس بقى كانت بتحتل كل من العراق واليمن، وكثرت بها العديد من العبادات الوثنية. دولة الروم ودولة الفرس هدايا كده بيبدأ بها سؤال صح وغلط أو اختيارات أو غيره في جزء التاريخ في الامتحان إن شاء الله، فتعرف الفروقات ما بينهم كده. إن الروم كانت بتحتل مصر والشام واعترفت بالمسيحية، بالنسبة للفرس كانت بتحتل العراق واليمن وكثرت بها عبادات وثنية. ممكن نحفظها بالطريقة السهلة دي، بنقول كده: الروم مصر وشام، الفرس عراق ويمن. الروم مسيحية، الفرس وثنية. بالنسبة للدولة اللي بعد كده دولة الهند، كثرت فيها العبادات، فكانوا يقدسون البقر والزواحف وغيرها من المعبودات. طبعا معروف عن الهند لحد دلوقتي عبادة كده اللي هي الهندوسية، عبادة البقر وغيرها. عندهم حاجات كتير قوي. وممكن تجي لي كده في شكل سؤال: اكتب ما تشير إليه العبارة. يقول لك كده: دولة كثرت فيها العبادات حيث كانوا يقدسون البقر والزواحف، الهند. طب يقول لي كثرت بها عبادات وثنية، هنقول له الفرس. طب اعترفت بالمسيحية، هنقول له الروم. طبعا بقى بالنسبة للفرس عبادات وثنية زي مثلا عبادة النار، في منهم كانوا بيعبدوا المية وكواكب وحاجات غريبة كده، دي كلها بنسميها عبادات وثنية. عند اللي بعد كده بقى شبه الجزيرة العربية، زي ما حضرتك شايف على الخريطة، عند البحر الأحمر على شماله كده اللي هي دولة مصر. طب الناحية التانية بقى شبه الجزيرة العربية، اللي بتشمل زي ما خدت بالك كده في خريطة الوطن العربي دول كتير زي السعودية وعمان واليمن والإمارات وهكذا. فبالنسبة لشبه الجزيرة العربية قامت فيها حضارات قديمة مثل حضارة قوم عاد وقوم ثمود، والاتنين طبعا تم ذكرهم في القرآن. ده بالإضافة بقى إن شبه الجزيرة العربية قامت فيها ممالك، زي في شمال شبه الجزيرة كده مملكتين اللي هم الحيرة والغساسنة، وفي الجنوب معين وسبأ وحمير. وبالنسبة للممالك سؤالها ممكن يكون ضعيف شوية في الامتحان، بس بنقابله في سؤال الواجب. فعندي نفرق كده: الحيرة والغساسنة دولت في الشمال، معين وسبأ وحمير في الجنوب. بالنسبة لأشهر المدن بقى اللي كانت موجودة في غرب شبه الجزيرة العربية، مدينة مكة ويثرب. بالنسبة اللي بعد كده أحوال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، نبدأ بأحوالها الدينية أو الحياة الدينية. كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء. ويعني إيه مهد للكثير من الأنبياء؟ يعني أرض كده عاش عليها أنبياء ونشأ بها أنبياء، زي سيدنا هود وسيدنا صالح وشعيب وإسماعيل وإبراهيم عليهم السلام أجمعين. يبقى لو قال لي كده تعد شبه الجزيرة العربية مهدا للكثير من الأنبياء، دلل، اثبت يا سيدي الكلام ده، أو حتى بما تفسر. هنقول حيث كان به سيدنا هود صالح شعيب إسماعيل. احفظهم كده: هود صالح شعيب إسماعيل وسيدنا إبراهيم. طيب ما النتائج المترتبة بقى على وجود أنبياء زي سيدنا هود وصالح وشعيب وإسماعيل وسيدنا إبراهيم؟ نتج عن الكلام ده أن عرف أهل مكة ومن حولها التوحيد والإيمان بالله. طيب زي ما بنقول على شبه الجزيرة العربية مهد للكثير من الأنبياء، بنقول دلل برضه تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية. هنقول حيث كان بها ديانات مثل الحنيفية واليهودية والمسيحية، وعبادة مثل عبادة الأصنام. نبدأ بالحنيفية. يعني إيه حنيفية؟ ده تعريف موجود عندي في الدرس: هي عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. دعوة سيدنا إبراهيم لعبادة الله الواحد الأحد كانت تعرف بالحنيفية. أما يجي يقول لي كده ما المقصود بالحنيفية، هنقول له هي عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم. عند الحنيفية بقى كانت معروفة عند أهل مكة ومن حولها زي ما لسه قايلين في اللي فات، بس بعد فترة من الزمن كده انتشرت عبادة اللي هي عبادة الأصنام. فلما انتشرت عبادة الأصنام بقى القليل على الحنيفية. ودي مهمة بقى عشان سؤال صح وغلط، تملي يسأل في صح وغلط كده، يقول لي انتشرت عبادة الأصنام قبل الحنيفية، هنقول له لا، بعد الإيه؟ الحنيفية. ولما ظهرت عبادة الأصنام أصبح لكل قبيلة صنم. عند الديانة اللي بعد كده اليهودية دين سيدنا موسى عليه السلام، أما بالنسبة للمسيحية دين سيدنا عيسى عليه السلام. بالنسبة لليهودية والمسيحية انتشروا في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية. يبقى في الجزئية دي بقى تاخد بالك إن عبادة الأصنام انتشرت بعد الحنيفية، ولما انتشرت عبادة الأصنام بقى القليل على الحنيفية. بالنسبة لليهودية والمسيحية
انتشروا في أجزاء قليلة. عند اللي بعد كده بقى الحياة السياسية. كان النظام القبلي هو النظام السائد في شبه الجزيرة العربية. طبعا شبه الجزيرة العربية عبارة عن صحراء، فكان اللي منتشر بها نظام كده يعرف بالنظام القبلي، اللي هو جاي من كلمة قبيلة، زي عندنا مثلا في مصر في البيئة الصحراوية معروفة بالقبائل وشيخ القبيلة والقصة دي. بنقول ليه كان النظام القبلي هو النظام السائد في شبه الجزيرة العربية؟ بنقول لأن شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة هنا يعني مش متحدة، كل قبيلة مع نفسها ليها قانون كده من الحاجات معروفة عندهم. ده بالإضافة إن في شيخ القبيلة، كل قبيلة لها شيخ بيحكمها، فعشان كده بنقول بما تفسر كان النظام القبلي هو النظام السائد أو المنتشر في شبه الجزيرة العربية. نقول لأن شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل قبيلة قانون وشيخ يحكمها. من أشهر القبائل اللي كانت موجودة في مكة اللي هي قبيلة قريش. عندي بالنسبة اللي بعد كده الحياة الاقتصادية. مارس أهل شبه الجزيرة العربية حرف كده زي حرفة الرعي، الزراعة والصناعة والتجارة. طبعا الراعي عشان الطبيعة الصحراوية اللي موجودة في شبه الجزيرة العربية كان هو الحرفة السائدة، فبنقول كده ان الراعي كان الحرفة السائدة في البادية او اللي هي الصحراء. عند اللي بعد كده الزراعة كانت قليلة لندرة الامطار. طيب بالنسبة للصناعة، عرف اهل شبه الجزيرة العربية بعض الصناعات وكان اشهرها صناعة الرماح والسيوف. عند اللي بعد كده التجارة. كان اهل مكة اكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية، وده كده يجي لي في شكل سؤال بما تفسر. هنقول الاجابة لانهم قاموا برحلتي الشتاء والصيف، والرحلتين دول تم ذكرهم في القرآن. رحلة الشتاء دي كانت بتتجه لبلاد اليمن، ورحلة الصيف بتتجه لبلاد الشام. عند اللي بعد كده الحياة الثقافية. كان للأسواق عند العرب أهمية كبيرة. الأسواق بتاعت البيع والشراء كانت مهمة عند العرب ولها أهمية كبيرة. ده سؤال بما تفسر إجابته قدام حضرتك أهو، لأنها لم تكن للتجارة فقط بل كانت أيضا ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء. كانت الأسواق عندهم مش مجرد كده مكان للتجارة للبيع والشراء بس، لا ده كمان كان مكان بيتنافس فيه الشعراء والخطباء. الشعراء بقى انت عارف يعني ايه شاعر وشعر والقصه دي. الخطباء بقى اللي هم اللي بيقعدوا يتكلموا في شويه حاجات كده تخص بقى القبائل والحاجات بتاعتهم دي. فكان في ما بينهم كده منافسه، وطبعا المكان اللي بيبقى موجود فيه الناس اللي هو السوق، فعشان كده لما كان بيحب يتنافس الشعراء والخطباء كانوا بيبقوا موجودين في مكان في ناس اللي هو الايه السوق. من امثله هذه الاسواق اللي عرفت بالشعر والخطابه والكلام ده كله عندي سوق عكاظ وذي المجاز، ومن اشهر شعراء العرب النابغه الذبياني. بالنسبة اللي بعد كده الحياة الاجتماعية. المجتمع العربي كان بينقسم لبدو اللي هم سكان الصحراء، والحضر اللي هم سكان المدن. كان للعرب قبل الإسلام بعض الأخلاق الحميدة. زي إيه بقى الأخلاق دي؟ زي الشجاعة، الكرم والوفاء بالعهد، العفو عند المقدرة، وحماية الجار والصبر. احفظهم بقى سهلين ساعات بيجوا في الامتحان. طبعا أنت عارف يعني إيه شجاعة والكرم والوفاء بالعهد، اللي كان بيوعد بحاجة كان بيوفي بيها. عندي بالنسبة بعد كده العفو عند المقدرة. كان أخلاقهم برضو إن هم ممكن يسامحوا القصة دي وهم قادرين إن هم يجيبوا اكتر من حقهم الضعف، لكن كان في بعض الحالات كده كانوا بيسامحوا. طيب حاجة تانية اللي هي حماية الجار. طبعا بقى زي ما عندنا دلوقتي نقول بقى ابن منطقتي والقصة دي، محدش يتخانق معاه، محدش مش عارف ايه ده يلزمنا والقصص بتاعتنا دي. فده اللي هي بنسميها حماية الجار. اخر حاجة عند الصبر. طبعا بقى الصبر النتيجة بقى الحرفة زي حرفة الراعي زي ما هنفهم كده في اللي جاي، زي بقى الطبيعة الصحراوية والقصة دي كلها. وبالرغم بقى من الاخلاق الحميدة اللي كان معروف بقى العرب، للاسف كده انتشر بين العرب عادات سيئة زي شرب الخمر، لعب الميسر، الاخذ بالثأر ووأد البنات. طبعا شرب الخمر انت عارفه، لعب الميسر اللي بيتقال عليه القمار، الاخذ بالثأر اللي احنا بنقول عليه الطار. بالنسبه لاخر حاجه اللي هي وأد البنات اللي هي دفن البنات احياء، دي كانت من اسوأ عاداتهم. ان كان كده اللي يجي له بنت كان بياخدها يقوم دفنها في ساعتها. دي كانت من العادات السيئه عندهم وليها اسباب بقى فقر وعار وغيره حاجات قصص كده تخصهم. طبعا الاسلام جه عشان يصلح بقى الكلام ده كله وعدل من سلوك العرب. عندي بالرغم من كده برضو كان في نساء بتتمتع بمكانة عالية زي السيدة خديجة رضي الله عنها اللي هي أول زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. طب كل اللي قلناه في اللي فات كده العالم ده كان محتاج إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجي لي في شكل سؤال كده بما تفسر يقول لي كان العالم في حاجة لمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. نقول كده ليرشد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد وينشر بينهم قيم العدل والمساواة والرحمة والتسامح. طب يا شباب كده بالنسبة لسؤال درس النهاردة بما تفسر لم يحقق أهل شبه الجزيرة العربية الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية. اكتب إجابتك بقى في كومنت، واللي إن شاء الله هيكون إجابته صح هيتم ذكر اسمه في الفيديوهات إن شاء الله اللي جاية، وهيكون ليه بوست خاص كده في منتدى الخاص بالقناة. كده يا شباب أكون خلصت درس النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. يا ريت بقى يا شباب ما تبخلوش عليا كده باشتراك ولايك للفيديو وكومنتاتكم الجميلة دي، وجاوبوا على السؤال وعرفوا أصحابكم عشان الكل إن شاء الله يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.